حبايبي أبطال تالتة إعدادي، النهاردة هنتكلم على الجزء التاني من الدرس الأول، قارات العالم. في الجزء الأول اتكلمنا على الموقع الجغرافي والموقع الفلكي لقارات العالم القديم، وهم قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا. في الجزء التاني هنتكلم برضو على الموقع الجغرافي والموقع الفلكي بس لقارات العالم الحديث، وهم قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، قارة أستراليا، والقارة القطبية الجنوبية. تذكرة سريعا كده يا أولاد، يعني إيه موقع جغرافي يا مستر؟ يعني موقع المكان بالنسبة لليابس والماء، يعني ما يحيط بالمكان من بحار أو محيطات أو قارات أو دول مجاورة. طيب يعني إيه موقع فلكي يا مستر؟ الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب يلا بينا نتعرف على الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية. يعني ما يحيط بقارة أمريكا الشمالية من جميع الجهات. عندي من ناحية الشمال بيحيط بأمريكا الشمالية المحيط القطبي الشمالي، من ناحية الشرق هقول له المحيط الأطلنطي، من ناحية الغرب هقول له المحيط الهادي. طيب من ناحية الجنوب الشرقي هقول له خليج المكسيك والبحر الكاريبي. تاني يا مستر لو سمحت، عندي يحيط بقارة أمريكا الشمالية من ناحية الشمال المحيط القطبي الشمالي، من ناحية الشرق هقول له المحيط الأطلنطي، من ناحية الغرب المحيط الهادي، ومن ناحية الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. طيب هتعرف دلوقتي على الموقع الفلكي، يعني هتعرف على خطين الطول ودائرتين العرض اللي بيحددوا مكان قارة أمريكا الشمالية بالظبط. هقول له عندي تقع قارة أمريكا الشمالية بين دائرتي عرض كام وكام يا مستر؟ هقول له دائرتي عرض 37 شمالا و83 شمالا. الاتنين شمالا يا مستر؟ هقول له لأن الاتنين يقعوا شمال دائرة الاستواء. طيب عندي هنا تقع قارة أمريكا الشمالية بين خطي طول كام وكام؟ هقول له بين خطي طول 10 و168 غربا. غرب مين يا مستر؟ غرب خط جرينتش. طيب يبقى أنا عرفت كده الموقع الفلكي والموقع الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية. طيب عندي دوائر عرض رئيسية بتمر في أمريكا الشمالية؟ هقول له طبعا عندي الدائرة القطبية الشمالية، وإيه كمان؟ وعندي مدار السرطان. تاني الدوائر العرض الرئيسية التي تمر بقارة أمريكا الشمالية الدائرة القطبية الشمالية ومدار السرطان. طيب نروح على القارة اللي بعدها ونتعرف على الموقع الجغرافي لها والموقع الفلكي. قارة أمريكا الجنوبية، هقول له الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الجنوبية يحيط بأمريكا الجنوبية من ناحية الشمال البحر الكاريبي، ومن ناحية الشرق هقول له المحيط الأطلنطي، ومن ناحية الغرب هقول له المحيط الهادي. يبقى تاني لو سمحت يا مستر، هقول له الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الجنوبية من ناحية الشمال يحيط بها البحر الكاريبي، ومن ناحية الشرق المحيط الأطلنطي، من ناحية الغرب هقول له المحيط الهادي. طيب الموقع الفلكي لقارة أمريكا الجنوبية هقول له تقع قارة أمريكا الجنوبية بين خطي طول 35 و81 غربا. غربا الاتنين يا مستر؟ طبعا لأنهم غرب خط جرينتش. طيب تقع قارة أمريكا الجنوبية بين دائرتي عرض كام وكام يا مستر؟ هقول له ما بين دائرتي عرض 12 شمالا و6 جنوبا. شمالا وجنوبا، يبقى أنا عندي هنا في دائرة عرض رئيسية بتمر هي الاستواء. فين؟ في قارة أمريكا الجنوبية. يبقى أنا عندي هنا طبعا عارفين دائرة الاستواء تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. أوكي، طيب عندي دوائر عرض رئيسية تانية بتمر في قارة أمريكا الجنوبية؟ هقول له عندي مدار الجدي. يبقى أنا عندي دائرتان رئيسيتان تمر بقارة أمريكا الجنوبية وهم الاستواء ومدار الجدي. طيب كده احنا تعرفنا على الموقع الفلكي والموقع الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هنروح على قارة أستراليا. أستراليا احنا عارفين إنها تقع بين
خطي طول كام ودائرتي عرض كام يا مستر؟ هنتعرف دلوقتي حالا. بالمناسبة أستراليا عبارة عن جزيرة يحيط بها المياه من جميع الاتجاهات. هنقول إيه يا مستر دلوقتي؟ هنتعرف على الموقع الفلكي لقارة أستراليا، ثم بعد ذلك هنتعرف على الموقع الجغرافي. تقع أستراليا بين دائرتي عرض 10 و44 جنوبا. ليه جنوبا؟ لأنهم يقعوا جنوب دائرة الاستواء. وتقع قارة أستراليا بين خطي طول 178 و 113. الاتنين موجودين فين يا مستر؟ هقول له شرقا. شرق مين؟ هقول له شرق خط جرينتش. اوكي ماشي، لان قارة استراليا كلها تقع شرق خط مين؟ جرينتش. عندي دوائر رئيسية بتمر في هذه القارة يا مستر؟ هقول له عندي مدار الجدي بيمر في منتصف قارة استراليا، ده اسمه الموقع الفلكي. طيب الموقع الجغرافي، عايز اعرف ما يحيط بقارة استراليا، هقول له من ناحية الشمال بحر اسمه بحر ايه؟ ارافورا. طيب يفصلها عن جزر اندونيسيا اللي موجودة في قارة اسيا. طيب من ناحية الشرق هقول له المحيط الهادي، ومن ناحية الجنوب والغرب هقول له المحيط الهندي. طيب تاني كمان مرة يا مستر لو سمحت، هقول له الموقع الجغرافي لقارة استراليا من ناحية الشمال بحر أرافورا، وعندي من ناحية الشرق المحيط الهادي، ومن ناحية الجنوب والغرب المحيط الهندي. طيب تضم استراليا ايه يا مستر؟ هقول له مجموعة من الجزر، اهمها الجزر نيوزيلندا الشمالية والجنوبية. عندي نيوزيلندا موجودة ليها قسمين، جزء شمالي وجزء جنوبي. طيب يبقى أنا عندي أهم الجزر الموجودة في أستراليا نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية. وعندي كمان جزيرة اسمها تسمانيا. اسمها إيه يا مستر؟ تسمانيا. موجودة فين؟ موجودة تحت في المحيط الهندي. طيب عندي كمان برضو مجموعة أيضا أخرى من الجزر الصغيرة موجودة بالمحيط الهادي. طيب كده احنا اتكلمنا على قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية وقارة أستراليا. فاضل لنا إيه يا مستر؟ هقول له فاضل لي القارة القطبية الجنوبية. هقول له تقع القارة القطبية الجنوبية، يعني هتكلم عن الموقع الفلكي أقصى جنوب الكرة الأرضية، وتمر بها أطراف الدائرة القطبية، وهي 66.5 جنوبا. أوكي، وتمتد حول القطب الجنوبي اللي هو السنتر وهو 90 جنوبا. وقد ترتب على ذلك هقول له أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان. يعني لو قال لي ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي للقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، هقول له أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان. طيب الموقع الجغرافي هقول له يحيط بها المحيط القطبي الجنوبي من جميع الجهات. يبقى المحيط القطبي الجنوبي يحيط بقارة أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية من جميع الجهات. وعندي هنا معلومة صغيرة لازم كلنا نكون على دراية بها، وهي توجد بالقارة القطبية الجنوبية بعض مراكز البحوث في مناطق مقسمة بين دول مختلفة لها مصالح بها، زي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس الأول. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم مستر إسلام الهواري.